أحداثنا الجديدة وإن شاء الله هنلخص الحلقة مع بعض. شفنا في نهاية الحلقة اللي فاتت هنا كرم كان موجود مع الدكتور. هنا قال له على حقيقة مرضه وقال له إنه هو عنده ورم ولازم الورم ده يتشال في أقرب وقت، لازم كمان يتحلل ويعرف الورم ده حميد أم خبيث. طبعا هنا بيتخض جدا كرم وبيقول له طيب يا دكتور، أنا عايز أعمل العملية دي في مكان بعيد ما يكونش هنا في بيروت، وكمان مش عايز أي حد يعرف بالعملية دي. بيعرف طبعا هنا خلاص الحالة وبيقرر انه فعلا لازم يعمل العملية بس من غير ما اي حد هيعرف. الدكتور هنا بيقوله طيب تمام، وبيتفق هنا معاه انه فعلا هيسافر في مكان بعيد هنا عن الجميع. هنا مش عايز يقول لأي حد على اي حاجة ومش عايز انه يصدم والدته كمان. بيشكر الدكتور وبيخرج هنا من عنده، بيبتدي يلاقي هنا والدته موجودة ومستنياه. بيتكلم عادي جدا معاه ويبتسم في وشها وبيقول لها مفيش اي حاجة، انا كويس والحمد لله. كمان هنا بيطمنها وبيقول لها دي حاجات بسيطة ويعني خلاص كده هتروح بمجرد علاج. الدكتور هنا كمان بيبتسم وبتعرف كده هالة ان مفيش اي حاجة عنده غير حاجات بسيطة جدا. بتفرح جدا وبتاخد هنا كرم وبيبتدوا يمشي من عند الدكتور، لكن كرم طبعا حزين بس مش بيوضح قدامها اي حاجة. بنشوف بعد كده في المشهد اللي جاي هنا بتكون هيفا بتروح للمكان اللي موجود هنا في راس في الفندق، هنا بتطلب مقابلته، وفعلا بيلاقيها موجودة قدامه. بيقولها انت عايزة ايه تاني؟ كفاية اللي عملته قريبتك. بتقوله انا جاية علشان اقولك حقيقتها واقولك كمان انت لازم تنتقم منها. بتحكي له هنا وبتقوله ان هي مصوراها وهي موجودة هنا مع مازن. بتقوله كمان هي دلوقتي بتشوف حد جديد علشان تتعامل معاه زي ما عملت معاك، انت لازم تاخد حقك ولازم تاخد البيت بتاعك. بتقوله الفيديو اهو، بتوريهوله، بتقوله كمان ان هو موجود معاها دلوقتي. بتقوله انا معاك في كل حاجة وانا كمان عايزة انتقم منها لاني انا وقفت معاها كتير وفي الاخر بعتني من اول يعني خطوة. بتتكلم هنا معاه وفعلا بيعرف هنا اني يعني لورا فعلا عارفة حد تاني ولازم يروح علشان ياخد حقه وياخد هنا البيت بتاعه. بنشوف بعد كده في مشهد تاني بيكون سالم هنا ومع الليل في المكان اللي هيعملوا فيه المشروع بتاعهم. بيعملوا هنا التصميمات وبيقترحوا هنا على بعض حاجات كتيرة. بيجي هنا صباع ليل بينجرح وبتروح الصيدلية علشان تجيب حاجة. بيتصل هنا والدها بيها وبيرد عليه سالم. بتيجي هنا وبتشوفه هو بيرد على الاتصال، بتتضايق جدا وبتقوله ازاي انك انت ترد على اتصال بيجيني في تليفوني، مش من حقك انك انت ترد على اي حد. وبتتضايق جدا ان هو رد على والدها. بيقول لها مفيش اي حاجة، انا حبيت اطمنه عليكي. بتقول له بس كده ما ينفعش، وبتكون متعصبة جدا وكانت مش عايزة انه يرد عليه خالص وبتكون رافضة انه يتدخل في حياتها. بتقوله يا ريت ده ما يتكررش تاني وانا مش عايزة يعني حاجة زي دي تحصل تاني. هنا بيحس وبيستغربها سالم بس ما بيتكلمش. بعد كده بنشوف في مشهد تاني بيكون زين هنا موجود وبيحضروا هنا للحفلة اللي هم خلاص هينفذوها. بتيجي هنا سارة وبتقوله ان هي رايحة علشان تشوف مدرسة هنا ابراهيم. بيقولها طيب يعني خلاص انا قربت اخلص وهاجي معاكي، فبتقوله لا خليك انت وانا هروح يعني اشوف الموضوع وبعد كده مرة تانية تبقى تيجي معايا. بيجي وليد هنا وبيقوله اني يعني موجودة هنا لسه اللي كانت زوجة والده، وبيقولوا ان هي لسه موجودة ولو عايز تروح تتكلم معاها وتتأكد من اللي قالته وعندها معلومات كتيرة يا ريت تروح قبل هي ما تسافر. بيقولوا طيب تمام. وفي نفس الوقت بتيجي سارة هنا وبتمشي وبتكون قلقانة جدا وعايزة تتكلم في موضوع هنا الجد إبراهيم بس بتسكت ما بتتكلمش. لورا هنا بتكون موجودة مع مازن وبيوصلها لحد البيت، وبيكون في الوقت ده بيروح في راسه بيراقبهم من بعيد. بيلاقيها فعلا موجودة معاه وبتعزم عليه كمان انه يطلع معاها شوية. فعلا هنا بيبتدي يطلع معاها مازن وبيكون كل ده شايفه في راس من بعيد. بتبتدي تطلعه فوق في شقتها وبيقعدوا مع بعض وبيخبط هنا في راسه، بتفتح وبتتفاجئ ان فراس قدامها. بيدخل هنا بسرعة وبيتكلم هنا قدام مازن عن كل حاجة. بيقول لها هو ده خلاص خطتك الجديدة، هترسمي عليه زي ما رسمت عليا، ويا ترى عايزة منه ايه؟ مش كفاية إيه اللي نصبتي فيه عليا واخدتي مني كمان يعني البيت؟ وبيتكلم هنا قدامه على كل حاجة حصلت. بيقولها قد ايه ان انتي انسانة يعني بتاخذي كل حاجة هنا لحسابك وبعد كده خلاص ما بتعرفيش اي حد. بيستغرب هنا مازن من كل اللي بيسمعه وبيعرف ان هي كانت يعني معاه في يوم من الايام وفعلا اخذت منه المكان ده. بيتضايق هنا جدا من الكلام ده وبياخد بعضه وبيمشي.
بتتكلم هنا لورا وبتقوله انت عايز مني ايه تاني؟ انا سبتك من زمان. بيقول لها انا عايز حقي وعايز البيت بتاعي. بيقول لها كمان ان هو مش هيسكت وممكن يروح كمان الشركة ويفضحها هناك في كل مكان. بتخاف هنا لورا من التهديد ده، وطبعا هي مش عايزة شوشرة ولا فضايح. وبيقول لها كمان ان هو مش هيسكت غير لما ياخد البيت اللي هو جابه لها. بتخاف جدا وبتقلق، ويا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هنشوف في المشاهد اللي جاية. بيكون كرم في المشهد اللي جاي موجود هنا في عربيته ومتضايق جدا وعينيه كلها دموع. بيشوف هنا يعني دكاترة تكون متخصصة في حالته وبياخد فكرة. في نفس الوقت ده بيتصل بيه هنا زين وبيسأل عليه وبيقوله ايه الأخبار وطمني. بيقوله أنا تمام وكويس مفيش أي حاجة والموضوع بسيط جدا. ما بيقولهوش طبعا على أي حاجة وبيكون عينيه كلها دموع. بيقوله أنا جاي خلاص في الطريق والحمد لله تمام. وهنا بيقوله زين طيب الحمد لله، وفعلا خلاص صدق انه كويس مفيش عنده اي حاجة. بنشوف بعد كده بتكون هنا البنت خلاص يعني ابتدى وكلهم موجودين، والجد ابراهيم بيروح كمان الحفلة. كلهم هنا بيبتدوا يكونوا متجمعين مبسوطين جدا بالحفلة دي. بيبتدي كرم هنا يتكلم وبعد كده بيطلب زين علشان يقول كلمته. بتكون سارة متأخرة شوية وبعد كده بتيجي، أما زين بيبتدي يقول كلمته. وبتكون هنا الصحافة بتصور وكله يعني بيشوف هنا يعني الحفلة. وبيكون كمان ناصر شايفها وبيتضايق جدا وبيتغاظ جدا من الحفلة دي. بيقول قد ايه زين ان شركتهم شركة كبيرة وهم بنوها يعني مع بعضهم واحدة واحدة، وليها يعني سمعتها من زمان وهم عملوا كتير وأسسوا فيها كتير، وقد ايه شغلهم ناجح وقد ايه كانوا ناجحين في شغلهم. طبعا هنا مبسوطة سمية ومبسوطة هالة بالكلام ده وبيكونوا فرحانين جدا بأولادهم. بيقول هنا عن حاجات كتير الشركة عملتها ونفذتها وفعلا كانت مشاريع كلها ناجحة. بيتكلم هو واثق طبعا من شركته ومن شغله، وفعلا بتكون الحفلة كويسة ويعني موفقة. بعد كده بتيجي سارة وبتكون عايزة تتكلم مع زين بس برضو بتبتدي تسكت وما بتتكلمش في أي حاجة. وبيسألها في حاجة بتقول أبدا مفيش أي حاجة، بعدين يعني هنتكلم. وبتطلع بره هنا وبتقابلها تيما وبتقول لها في حاجة، بتقول لها لأ أنا مخنوقة شوية وعايزة أقعد في الهوا. بتطلع هنا سارة طول وقت هنا الحفلة وبتكون متضايقة من اللي حصل لها ومن كلام الجد إبراهيم، بس ما اتكلمتش هنا مع زين في أي حاجة. بعد كده بيكونوا كلهم موجودين هنا في الحفلة وبيبتدي كرم يتكلم. بيقول هنا زين إن هو يعني هيسافر اسطنبول. بيقول له يعني ليه السفرية المفاجأة دي؟ بيقول له في عملاء قابلوني قبل كده وعايزين يجوا هنا ويعملوا شغل، فأنا هروح أقابلهم وكمان أغير جو، وكمان أنا زهقت من هنا وزهقت منكم وهروح أغير جو. بيضحك هنا زين وبيقول له في حاجة تانية؟ بيقول له يعني ممكن يكون في حاجة تانية. بتفرح هنا هالة وبتقول يا ريت يكون في حاجة تانية ويا ريت أفرح بيك قريب. بيبتسم هنا كرم ومش بيوضح طبعا أي حاجة من اللي عنده. هنا بيكون موجود كمان وائل وبيبص لكرم وبيحس إن في حاجة هو مخبيها، لكن كرم بيوضح لكلهم الابتسامة وبيوضح لهم إن هو كويس وتمام ورايح هناك مجرد يعني تعرف على ناس جديدة وعلى يعني تغيير جو كمان. بعد كده بيبتدي زين يقوم من مكانه علشان يتكلم مع سارة لأنه حاسس إن هي مش موجودة معاهم وإن في حاجة مضايقاها. بيسألها وبيقول لها انتي في حاجة مضايقاكي؟ أنا ملاحظ كده. بتقوله أبدا أنا بس عايزة أمشي لأني كنت موعدة إبراهيم إني هاجي بدري، فعشان كده أنا عايزة أمشي دلوقتي. وبتستأذن هنا فعلا سارة وبتبتدي تمشي من الحفلة. بيستغرب جدا هنا زين بس طبعا ما بيضايقهاش بالكلام، وبتمشي سارة وبتروح لابنها إبراهيم. بعد كده بنشوف لورا بتتصل هنا بمازن، بتحاول هنا تكلمه وعايزة طبعا يعني تشوف ايه رد فعله بعد اللي حصل، لكن مازن ما بيردش هنا على اتصال لورا. بيستغرب هنا هادي بيقوله ليه مش عايز ترد عليها، وبيستغرب قلة الرد. بيقوله مفيش أي حاجة، وكمان بيقوله إن هي ما جاتش النهاردة الحفلة، أكيد في حاجة عطلتها، وبيكونوا مستغربين جدا من اللي حصل. لكن مازن مش عايز يرد عليها ولا يواجهها ولا يتكلم معاها في أي حاجة. بنشوف بعد كده سارة بتكون مع إبراهيم في مكانه في خروجه، بتلاعب هنا الولد. وبعد كده بتشوف يعني شخص جاي بعربيته وبتتخض جدا من شكله، وبتاخد هنا إبراهيم بسرعة وبتمشي من المكان. بتجري وإبراهيم بيقول لها أنا لسه ما كملتش اللعبة بتاعتي، أنا عايز إني أفضل موجود هنا. بس هي بتاخد إبراهيم وبتبتدي تجري بسرعة، وبعد كده بتبص بتلاقي الشخص ده ليه ابن وبيجي ياخده من المكان ده. بتعرف ان هي كانت غلطانة وان هي في قلق على طول الوقت على ابراهيم. بتعتذر هنا لابراهيم وبتقوله هي ما كانش تقصد، وفي نفس الوقت مش مأمنة
لأي حاجة بتحصل حواليها. يا ترى ايه اللي هيحصل مع سارة بعد كده؟ هنعرف بس في حلقتنا اللي جاية، لأن بكده بتكون حلقتنا النهاردة خلصت. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم.